في زمن المأمون العباسي لعنة الله عليه، كان واحد وعليه سيم الوقار في حقيقة الحال وقد احتوشوه الشرطة، فقال المأمون: ما به؟ قالوا: يا أمير إنه سارق. قال: أنت سرقت؟ قال: نعم. قال: قبحا لحسن المنظر وسوء الفعلة. قال: نعم سرقت مع حسن المنظر. قال: ويحك إن جئت بالثالثة أقمت عليك الحد. قال: لا تستطيع أن تقيم علي الحد لأنك سرقت قبلي فعلمتني السرقة. فحقيقة الحال لا بد لهذا الشعب المسكين من استرداد حقوقه وخيراته. بالأمس القريب نرى بأن هذه جولات التراخيص سيئة الصيت في حقيقة الحال، والذي لا يتكلم عنها أحد مطلقا. الآن حسب ما سمعت في من بعض الإخوة يقولون حتى القروض التي نأخذها من البنك الدولي وغيرها، أول شرط علينا في حقيقة الحال أن نعطي لشركات التراخيص. نعطي مثلا نأخذ منهم 3 مليارات، أول مليار 2 مليار لابد لشركات التراخيص، ثم البقية المتبقية يوزع رواتب وغير ذلك على الشعب. شركات التراخيص الذين يأخذون من دون عناء في حقيقة الحال الآن وصلت ما أعطي لشركات التراخيص لا يقل عن 70 أو 60 مليار دولار، ثم يأتون إلى الشعب المسكين ويطالبونه بالخصخصة ويطالبونه بالضرائب ويطالبونه بالكذا. فالأجدر لأهل الحل والعقد أن ينظروا إلى أموالهم وإلى ثرواتهم ثم يأتوا إلى هذا الشعب المسكين في حقيقة الحال.